أعرب محمد أمين بن هاشم في تصريحاته بعد المباراة عن أسفه الشديد للنتيجة، واصفا ما حدث بأنه كارثي وغير متوقع، ووجه اعتذارا رسميا لجماهير الفريق عن الإقصاء الذي جاء في توقيت مؤلم، مؤكدا أن الفريق واجه ظروفا صعبة أثرت على أدائه. نقول أنه اليوم النتيجة كارثية، النتيجة غير متوقعة. نعتذر من الجماهير ديالنا، الجماهير اللي مكانش كتسنى هذا السيناريو هذا، مي قدر الله ما شاء فعل. السيناريو يمكن كان صعيب، يمكن اليوم كلشي دار باش نخسرو. تبدا بكارطون روج الكارديان، بري بينالتي تلعب ب10، ترجع في السكور، بعد خطأ يتسجل عليك هدف ثاني. الحارس محمدي نتمناولو الشفاء، عنده فراكتور في ليكوت ديبلاسي، نتمناو يكون خير لانه يمكن تقاس شي حاجه اخرى. لعب تقريبا 25 دقيقه وهو مصاب. يمكن سيناريو اليوم ديال الهزيمه. اتخذ نادي الوداد الرياضي قراراً رسمياً بإقالة مدربه محمد أمين بن هاشم عقب الخروج المفاجئ من كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تعادله أمام منافسه المحلي أولمبيك أسفي بنتيجة 2-2 في إياب دور الثمانية، ليحسم الفريق المسفي بطاقة التأهل بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بعد انتهاء لقاء الذهاب بنتيجة 1-1. وجاءت هذه الإقالة بعد سلسلة من النتائج الصادمة، حيث لم يتمكن الوداد من حسم التأهل رغم الأداء الكبير الذي ظهر به في معظم فترات المباريات، خصوصا في لقاء الإياب الذي شهد إثارة منذ البداية، وكان أبرزها طرد حارس مرمى الفريق مهدي بن عبيد في الدقيقة 24 بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ما أجبر الفريق على إكمال اللقاء ب10 لاعبين، مما صعب مهمته أمام ضغط أولمبيك أسفي.